عندِك فراخ صغيرة للحشو ونفسِك تحشيها بس خايفة من النتيجة، أو إن أنتِ تحطيها في قلب المَيّة فتسيب يعني، هاقول لِك النهارده تعمليها إزاي بأحسن طريقة في قلب الفرن في الكيس الحراري بطريقة سهلة جدًا، وكمان هندّيها لون كده جميل منها فيها من غير ما نقعد نحمّر ولا من غير أي طرطشة ولا أي حاجة. أول حاجة خالص كده أنا خدت تقريبًا ييجي 3 معالق بصل، كنت مخرّطاه ناعم وبعدين حطيت عليه ملح وفلفل ورشة كمون صغيّرة أوي، أنا باحب أحط الكمون مع الفلفل بيدّي ريحة حلوة، جرّبيه كده وأنتِ بتدعكي البصل هيدّيكِ روايح جميلة جدًا. بعد كده كنت غاسلة الفراخ ونقعاها كويس، والفراخ ديّة صغيّرة تقريبًا كيلو وربع وما يجيش يعني كمان، ف يعني لازم إنها تكون وزنها صغيّر. بعد كده بقى بعد ما دعكت البصل كويس ونزّل مَيّته وطلّع روايح حلوة كده، باجيب الفراخ بقى بادعكها من برّه ومن جوّه جامد علشان تبقى ريحتها حلوة. بعد كده بقى هاركنها على جنب كده تتبّل مع نفسها على ما نعمل خلطة الرز. حطيت الطاسة على النار واحط فيها معلقة سمنة وكمان معلقة زيت علشان الرز يبقى مفلفل معاكِ كده. هاحط عليها الأول الكبد والقوانص كنت مقطعاها، أنا باحطهم هُم الاتنين مع بعض، بيستووا معايا عادي يعني لو أنتِ مش بتستوي معاكِ حطي القوانص الأول قلّبيها تقليبتين، وبعد كده ابقي انزلي بالكبد، ما تقلّبيهاش بقى انزلي على نار عالية، وبعد كده بعد ما تشمّع كده شوية روحي مقلّباها، هانزل عليها تقريبًا معلقتين 3 بصل كده برضه وهاقلّبها. انزلي بالكبد والقوانص الأول علشان ت ت يعني تتحمّر كده وتبقى ريحتها حلوة. حطيت تاني برضه أنا مش هاحط أي توابل خالص غير الملح والفلفل الأسود ورشة الكمون. لو أنتِ بتتلخبطي في المقادير وكده حطيهم كلّهم مرّة واحدة، لكن أنا حطيتهم على 3 مرات. باحب كل مرحلة كده أحط فيها عشان يبقى ريحة التوابل طازة. بعد ما اتشوّحت معايا كده نزلت عليها بالرز المغسول، وكمان مكعب مرقة دجاج، هاقلّبهم في قلب بعض كده ياخدوا تشويحتين 3 وبعدين هانزل عليهم بكوباية وربع مَيّة، أنا مش عايزة أسويهم سِوَى كامل تقريبًا نُص سِوَى كده، هاخلّيهم بقى على نار عالية كده وبعد ما يتشرّب معايا هاروح موطّية عليه وأغطّيه بقى أسيبه مع نَفْسه كده لحد ما يبقى زي ما باقول لكم نُص سِوَى. بعد كده بقى باكون بعد ما يستوي معايا بالشكل ده كده، برضه هاكون لسه فاضل معايا بصل أحطه بقى لازم خطوة البصل اللي هي نيّة دي، ريحتها بتبقى فايحة وجميلة جدًا، هاحطها كده وأحط عليها تاني برضه ملح وفلفل وكمون، خدي بالِك الكمون رشة بسيطة خالص والأغلبية فلفل الأسود، وزي ما باقول لِك عشان ما تتلخبطيش وييجي مالح معاكِ تقدري بعد ما تخلّصي خالص تحطي الملح بتاعِك. بعد كده بقى الفراخ كانت اتبلت أهيّة والرز بتاعي برد، هاحشي الفراخ كنت حاشياها ما بين الجلد كده، لو مش بتعرفي تخليها يعني خلّي الفرارجي يعملها لِك علشان ما تقطعيهاش وكده. بعد كده بقى باحط ما بين الجلد أهوّة وكمان باحط جوّه في بطنها بس حاجة بسيطة مش كتير، هاكتّفها بقى كده وهاعمل يعني الكمية كلّها يعني. زي ما باقول لكم أنا مش هاعمل بقى مش هاسلقها زي الحمام كده، لأ، المهم بقى أساوي بطنها كده ووزّعي الرز كويس، وبعد كده جبت أكياس حراري، الأكياس ديّة صغيّرة، كان يعني كل كيس واخد فرخة. تقدري تجيبي من اللي هي الأكياس الكبيرة وترصيهم كلّهم مع بعض، بس كده على فكرة أريح لِك إن أنتِ تبقي تبُصّي عليها تشوفيها استوت والّا لأ، تقدري تقطعي كل كيس لوحده علشان خاطر تحمّريه. بعد كده حطيتهم أهوّة وهنا معايا مَيّة دافية، حطيت في كل كيس ربع كوباية مَيّة مش أكتر من كده. ربطتهم بقى بالشكل ده ولو في القفل بتاعه اقفليه بيه، أنا ربطتها كده وخلاص. الصينية ما باحطش فيها أي مَيّة خالص، هي بس المَيّة حطيتها في قلب الكيس، ما تنسيش بالمقص أو بخلة كده تعملي فتحات فيه عشان لا قدر الله ما يفرقعش في قلب الفرن. بعد كده كنت مولعة الفرن ومسخناه بقى على درجة حرارة 200، قعدت معايا ساعة وربع، الساعة الأولانية سِوَى والربع كنت قصيت يعني الورق أهوّة بالمقص، وجبت معلقة صلصة عليها توم باودر وبصل باودر وفلفل أسود وزيت وملح، ودهنت الفراخ وكشفتها تحت الشواية كده، استوت والرز مفلفل وما فيش حاجة فرقعت معايا وكلها مضمونة زي ما أنتم شايفين، جربوها وإن شاء الله تعجبكم.